دي من ألذ الحلويات اللي عملتها الصيف ده، ميكس مانجا مع جوز الهند منعش وخطير. في الحله اللي هجهز فيها هحط 3 كوبايات من اللبن وعليهم كوبايه ونص من كريمه جوز الهند، 3 معالق كبار من السكر او اكتر حسب ما تحبوا، باكت واحد من الفانيليا ونص باكت من جيلي المانجا. هنقلبهم كويس وندوب فيهم السكر، بعدين نضيف النشا والدقيق ونخلي النار هاديه خالص، وهنفضل نقلب فيهم على نار هاديه لحد ما النشا والدقيق يستووا والقوام بتاعنا يتقل. ما تستعجلوش عليها، عايزين الدقيق يستوي كويس علشان ما يسيبش طعم مش لذيذ. المفروض القوام يكون ناعم جدا بس اتقل من المهلبيه شويه. هاتوا اي قالب عندكم بقى واديله مسحه خفيفه من الزيت علشان تبقى الدنيا سهله واحنا بنقلبه في الاخر. هضيف الميكس اللي عملته كله واحط عليه قطع من المانجا، حطوا كتير على قد ما تحبوا، اهم حاجه اضغطوها كده علشان تنزل في قلب المهلبيه اللي عملناها دي وما تفكش في الاخر. هدخلها التلاجة تقريبا ساعه واكتر تمسك نفسها شويه، وفي الوقت ده هحضر الجيلي بنص كميه الميه اللي مكتوبه على الظرف واسيبهم لحد ما يهدوا خالص. هتكون المهلبيه بتاعتي خلاص مسكت، هحط عليها الجيلي بشويش. ما تحطوش الجيلي مره واحده علشان المانجا ما تفكش منكم زي كده. ندخلها التلاجة بقى طول الليل او 6 ساعات تقريبا لحد ما الجيلي يمسك نفسه خالص. احنا كده ولا كده القالب بتاعنا ندهون زيت، فهنفكه بس من الاطراف كده علشان يكون سهل معانا واحنا بنقلبه، وهتلاقوه اتقلب معاكم منتهى السهوله. ما تحطوش في ميه سخنه عشان مش عايزين اي حاجه تسيح. طعمها مختلف جدا، ميكس المانجا مع جوز الهند مع قوام المهلبيه نفسها خطيره، خفيفه ومنعشه وسهله جدا، وبتتقطع قطع كده على بعضها فبيكون شكلها شيك لو هتقدموها لحد. وبس كده.